السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة على المنظر ده، أنا نفسي مش مصدقة اللي أنا شايفاه. بجد وصل الحمام لمرحلة كارثية، بس قلت خلاص النهاردة يوم التنظيف الكبير، هنشوف الفرق مع بعض وقبل وبعد التحول إن شاء الله. استنوا النتيجة في آخر الفيديو. قلت أوريكم كده أنا هعمل إيه. زي ما انتم شايفين كان صعب جدا بصراحة. انا معرفش هما الاولاد غسلوا فيه ايه عمل اللون الاحمر ده، بس زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ مع بعض نلملم الدنيا ونظبط الحاجة. الستانلس بتاع الطقم مطفي، الستانلس بتاع الحوض مطفي. هنبدأ مع بعض الخلطة اللي أنا بعملها. بصوا الخلطة دي هتشوفوا الفرق بتاع الستانلس لما تجربوها، وهتشوفوه دلوقتي. بصوا كربونات وملح ليمون، سائل مواعين، بريل بقى أي نوع عندكم. بقلبهم كده كويس مع بعض، وببدأ اخد واحط كده على اي حاجة ستانلس عندكم. اي حاجة ستانلس بصوا بتفرق 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 بتفرق. هتشوفوا دلوقتي الستانلس هيبقى عامل ازاي، بيبرق والله العظيم بيبرق. بتعملوها بس البسوا جوانت، بس انا ما بعرفش اشتغل وانا لابسه جوانت بصراحه. بس هو الافضل انكم تلبسوا جوانت. مش عشان حاجه، عشان بس بينشف الجلد. يعني هو مش مضر، ما فيهوش اي حاجه. احنا الكربونات بنحطها على الكيك، ملح الليمون بنحطه ساعات على الكيك، اوقات بنحطه في الاكل. هو مش مضر، بس هي الفكره بس انه بينشف الجلد شويه. بحط كده على الطقم بتاع البانيو اللي هو الدش اهو. وهتشوفوا بقى لما يتغسل ده هيبقى عامل ازاي. بسيبه بقى يتنقع كده شوية مع نفسه. بعد كده بخش على قعدة الحمام الأول على ما ده يتنقع فيه. يعني يبقى عليه كربونات وملح الليمون كده على الستانلس شوية. بدعك الحمام، حطيت كلور، ملح ليمون، كربوناته، حبة بريل، بدعك كده من جوه الأول وادعكه كويس. وبعد ما بدعكه كويس بقوم قافلة تاني عليه كده وسايباه بقى الخلطة تبقى عليه لغاية اما اخلص الحمام كله وارجع له تاني اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو هبدأ بقى ان انا اخد حاجة في حاجة. هبدأ بقى دلوقتي ابدأ بالحنفية الاول اهو. هتنبهروا والله العظيم، هتنبهروا بشكل الستانلس طقم الخلاط دلوقتي. تحسوا ان انتوا شلتوه جبتوا واحد جديد. دي الفيشة بتاعت السخان، ما تركزوش عليها، عادي عادي عدوا عدوها ولا كأنكم شايفينها، عادي. اهو بصوا هبدأ بقى ان انا اغسلها. على فكرة انتوا وحشتوني جدا، اتأخرت كام يوم، بس والله يعني الواحد كان الفترة اللي فاتت نفسيا متدمر خالص. وكنت بفكر ان انا اودي الاولاد لباباهم. هو باباهم مش موجود هنا اصلا، بس قلت اوديهم لعمتهم. آه ورجعت في الاخر ماما قالت لي يا بنتي هما مالهمش حد غيرك، خليهم معاكي. بس كل ما الدنيا ما بتخنق معايا بصراحة الواحد بيفكر التفكير ده، وهو عارف ان في الاول وفي الاخر هو ملهوش غيرهم بصراحة. وان هو النعمة اللي طلع بيها من الجواز التلات اولاد دول. بس ساعات النفسية فعلا بتبقى قافلة خالص، وظروف بتبقى صعبة قوي، وخصوصا اخر كل شهر بقى بتحسوا ان انتوا مخنوقين جدا وبتبقوا متوترين جدا. عندي البنت بصراحة اللي في أولى ثانوي دروسها بالحصة، أوقات كتير تقولي خلاص يا ماما، تيجي في الآخر تقول لا أنا مش هاخد حصص منها لنفسها بصراحة. فتوقع حصص وترجع تاخد تاني حصص وكده. فالحمد لله، الحمد لله والله على نعمه كلها. لسه كنت بتناقش انا وبنت عمي في موضوع كده. بصوا قبل ما نبدأ في الموضوع اللي كنا بنتناقش فيه، بصوا الخلاط بقى شكله عامل ازاي، والحوض من الخلطة دي. بصوا الخلطة دي يعني انا ما بستخدمش منظفات كتير، بس بستخدم الخلطة دي في الاخر خالص، اخر لقطة بحط حبة بريل، حبة كلور، ولمع بقى. ده بيدي للسيراميك او البورسلين ده تلميعة اكتر واكتر كمان. ولما تيجوا تخشوا تدعكوا الحمام بالذات،
البسوا اقدم حاجة عندكم، لان بنستخدم كلور بيبوظ الهدوم. والمنظفات بتبهدل الهدوم. يعني انا البلورو ده هتلاقوا الايدين فيها كلور. انا الحمام بدخل ان كان هدوم بيت اقدم حاجة عندي، ان كان هدوم كده خروج ادمت خالص عندي، الطقم ده اللي حضر الستايل ده من سنين السنين بقوم مخليه للحمامات. بس هنبدأ بقى هنا كده تاني. الجزء ده كده خلاص، جزء الحوض ده خلص، والحمام من جوه هعيد عليه إعادة بس في الآخر. هنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه. بقولكوا كنت بتكلم انا وبنت عمي وبنتكلم، يعني ان يا 5 سنين عدوا والعمر بيعدي ومش عارفة ايه. فبقول لها لا، هو العمر بيعدي بس الموقف نفسه في وقته ما بيبقى سهل. بيبقى الحمد لله ان ربنا بيقدر الواحد ان هو يصبر ويحس بعد كده انه عدى. قلت لها لكن في الموقف نفسه ما بيبقى سهل وما بيبقاش عدى، وبيبقى الوقت صعب وبيبقى الوقت تقيل. لكن احنا بعد ما عدى، عشان عدى بنقول يا عدى 5 سنين على الحاجة. بقول لها يعني انا في ال5 سنين دول انا كان انا عارفة ان معمول عمل وساعتها الشيخ قال لي هو معمول بالتفريغ ووقف الحال وهنفكه وهيرجع يتجدد تاني. ومش واحد بس اللي قال، كتير بصراحة قالوا. وهو نفسه جاب ناس تبعه هو قالوا له ده معمول لكم بالتفريق ووقف الحال والطلاق وكده والمشاكل. ف فبقول لكم جيت ساعتها حد كان بيحاول يقنعني والله بان احنا هنعمل بالمحبة عشان البيت يتلم والدنيا تهدى وما يبقاش في خراب بيت وي. طبعا انا دلوقتي بقول ايه، ان انا قلت لأ، فالموضوع ممكن اللي يشوفه سهل. بس ساعتها كان اختيار صعب جدا، واختبار صعب جدا جدا جدا. ان انت تتحط في اختبار بين ان بيتك يفضل قائم زي ما هو، وعيالك يفضل حياتهم زي ما هي، ودنيتك ماشية زي ما هي، عن طريق سحر او عمل او ايا كان بالمحبة والكلام ده، ولا هتختار اختيار اللي يرضي ربنا وتيجي على نفسك، ومهما كانت النتائج المترتبة عليه انت قابلها وراضي بيها. وقد ايه لما الشيطان يخش لك من حتة اقناع ان لا عادي في ايه. ما احنا مش بنعمل حاجة تأذي حد، بل بالعكس احنا بنعمل حاجة تفيدنا، وبنعمل حاجة لمصلحة الأولاد، وبنعمل الحاجة الأصح اللي يعني مرب ان يعني في أبغض الحلال عند الله الطلاق. فطالما أبغض الحلال، طب ما احنا مش هنعمله بقى. احنا هنحافظ على البيت هنأمن عليه، وبان احنا نعمل العمل ده، او بمعنى اصح نعمل محبة، جذب ومحبة زي ما اتقال. وان ده مش عمل غلط، وان ده مش هينضر بحد، بل بالعكس احنا هنفيد بيه ان البيت ما يتخربش. ساعتها انا رفضت، رغم ان ناس كتير حاولت تقنعني بيه، ومش لمدة يوم ولا 2، انا فضلت شهر زن على وداني ان اقبل واعمل، وان البيت ما يتخربش، وان قلت لهم لا. انا حتى بيني وبين نفسي لو عملت وهو بقى كويس، وهو بقى بيتعامل معانا كويس، وبقى كلمة كلمتنا والشورى شورتنا ومنتمي لينا ومتقبلنا وعايز يفضل معانا، قلت لهم لو كل ده اتعمل وده حقيقي، انا بيني وبين نفسي حاسة انه مش حقيقي وان ده عمل شيطاني. انما لو هو لينا نصيب في بعض او لينا عيشة مع بعض، هتلف الايام وتدور، ولو لينا هنكمل، ملناش مش هنكمل وهننفصل، وقد كان انفصلنا. بس هي الفكرة ان الاختبار في وقته، هو ده الاختبار، مش بعد سنين ما تعدي نقول ياه بسهولة عدت لا، هي مش بسهولة.
مش بسهولة، عدت بتعب وعدت بقرف وعدت بمشاكل وعدت باختبارات ربنا وضع الواحد فيها، ويا رب يكون اجتازها بنجاح والحمد لله يكون عدى منها. والله بجد، لان دي ابسط حاجة كان ممكن الواحد يقع فيها وهو حاسس ان هو ما بيعملش حاجة. ويحسبون انهم يصنعون يحسنون صنعا. انا عملت ايه؟ ده انا بحافظ على بيتي وبحابي على بيتي وعلى جوزي وعلى عيالي وعلى دنيتي وعيشتي. انا ما ضرتش حد، انما هما اللي ضروني. كنت ممكن اخدها كده. بس الحمد لله ان الواحد ما بينساقش ورا الحاجات دي بصراحة، لان هو الواحد لو انساق لا 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 هيخسر دنيا وهيخسر اخرة، هيخسر كل حاجة فعلا. فيا جماعة والله العظيم بصوا، وعموما أي حاجة بتعملوها ابتغاء رضا ربنا والله العظيم ربنا بيكبر بخاطركم، آجلا أم عاجلا يعني. أيا كان عاجلا أم آجلا، دلوقتي بعدين، أيا كان هتلاقي كرم ربنا وبيكبر بخاطرك بأي طريقة. ومش لازم الطريقة اللي يجبر بيها خاطر الواحد تبقى هي الطريقة اللي عقله وهمه ان هي دي الطريقة الصح، ان انا الاقي العوض في حد تاني، وان الاقي حد يحبني او يشتري خاطري او لا لا. مش لازم يبقى بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة. انتوا شايفين طبعا معايا انا بعمل ايه. انا مسكت المقشة ودعك كدعك كدعك السيراميك كله بالمقشة زي ما انتوا ما شايفين. بصوا الخلطة دي بتخلي السيراميك بصوا عامل ازاي، تحفة والله تحفة. تخلي السيراميك بيبرق وبيبقى اللمعة فيه فظيعة والله العظيم. اهو بصوا، انا صفيت خلاص البانيو ومسكت السلك قسمتها على حتتين عشان اخد الحتة التانية للحمام التاني. اهو بعيد تاني عليه كده وبقوم اهو، وده لا، وبحتة سلكة بنضف بيها بقى كده الحتت بتاعت الحمام دي، وبقوم حطها في كيسة ورمياها خلاص على كده. والحتة التانية من السلكة هغسل بيها الحوض لان انا ما استخدمتهاش في حمامات. وانا كنت جايبة حتة سلكة كبيرة، والسلك انا ما بغسلش بيه حاجة غير الحوض والبانيو من جوه، ومن بره عملته بالفرشة بالمقشة، والسيراميك طبعا والشباك بالمقشة. وببدأ بقى ان انا الم كده تاني وادلق كده ميه. راس الدش دي انا عايزه اغيرها، انا ما اعرفش بصراحه اغيرها منين هنا في العاشر او مين بيبيعها، لسه عايزه اسال، بس عايزه اغيرها حاساها ضعيفه مش زي الحمام التاني. لما تشوفوا الحمام التاني هتعرفوا الفرق بين الراس دي والراس التانية. اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بقى بعد ما خلصت الحمامات والبانيو طبعا دخلت خدت دش، مليت البانيو مية فترة وحطيت فيها ورق صدر بتدقوه مع ملح خشن وتحطوه في المية دي وتقعدوا فيها. بصوا الخلطة دي تحفة 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 تحفة. لو حد بيجربها يقول لي رأيه فيها ويقول لي بيحس بإيه لما بيعملها. والله هتعجبكم جدا وهتفرق معاكم جدا. كده اهو ابتديت بقى ان انا ارتب الحاجة. ده الحمام الصغير، الحمام الصغير ده كان يعني تقدروا تقولوا ان هو معقل اعدام الفئران. حضرتك الجردل دوت كان فوق على الروف. كنت يا عيني بملى ميه، ودي مصيدة الفيران اهي، كنت بملى ميه واقوم ايه مغرقه فيه الفيران. في حد كان بيقول لي افتحي لهم المصيدة وسيبيهم يمشوا. بس هسيبهم يمشوا فين؟ ما هم بيرازوا فينا. فاهمين الفكرة؟ بس فابتديت بقى ان انا ايه، قلت ادعك الارض الاول، لان الارض دي انا بعمل فيها ايه بعد ما بدعكها وبشطفها وبنضفها. ببدأ ان انا اسد البلاعة، بدوس على الوش بتاع البلاعة حفظكم الله يعني، أعزكم الله.
بقوم دايسة عليها كده، وابدأ ان انا ايه ادلق فيها مية بصابون واخد منها وانضف، لان ده ما فيهوش بانيو. فانا عايزة المية تبقى معايا، ومش عايزة استخدم الجردل اللي كنت بعدم فيه الفيران بصراحة. اه. فببدأ بقى ان انا بنضف الارض الاول واخليها نظيفة. بعد كده بقى ايه ابدأ ان انا ايه اغسل الحيطان بالمية اللي هرميها في الارض برضو بصابون وكربونات وملح ليمون وكله. بس ده الحمام بتاع الضيوف. وده مبرد المية، انا حاطاه، بصوا هي حتة مربعة كده صغيرة، الحمام ويتفتح الباب، وجنب الباب في حتة بقى صغيرة كده يا دوبك واخدة المبرد، حاطة فيها مبرد المية. اه بصوا اهو. هبدأ بقى ان انا اغسل الحوض، برضو هعمل الكربونات وملح الليمون. بصوا الخلطة دي بالنسبة لي يا نهار ابيض، يعني ادمان والله، تحفة. بتخلي الحاجة بتبرق بتبرق بتبرق. بس فنرجع تاني بقى، بقول لكم ابصوا انا هوزع الخلطة برضو على كل الخلاطات زي ما انتوا مش شايفين. بعد كده هبدأ ان انا ادعك برضو بالمقشة والحاجة زي ما انتوا ايه هتشوفوا. واستمروا عشان تشوفوا بقى النتيجة الأخيرة. وشكرا على تعليقاتكم الجميلة اللي انا بحبها والله العظيم، وبتدعمني وبتبقى ليا كده دافع ان اكمل. اي نعم بتجيلي حالة نفسية كده، ببقى متضايقة بصراحة ومليش نفسي ان اعمل حاجة بسبب الضغوطات اللي الواحد بيبقى فيها. بس لا، كلامكم والله بيحمسني وبيخليني اقوم. ادعوا لي ان انا اكمل الشروط، وادعوا لي انها تبقى فتحة خير ليا وباب رزق ليا. ادعوا لي ربنا يكبر بخاطري منها. ادعوا لي ادعوا لي. ربنا يا رب يكبر بخاطرنا كلنا ويسهل لنا كلنا ويرزقنا كلنا يا رب الرزق الحلال المبارك يا رب. بس كده اهو زي ما انتم شايفين بقى، وهبدأ ان انا ادعك الحوض زي ما انتم شايفينه. بصوا الحواض دي انا انتوا قولوا لي بتتوسخ من ايه، انا مش عارفه والله. يعني احنا الحمام ده يعتبر هو مطرب اكتر من ان هو وسخ، لان فعلا فعلا مفيش حد بيخش فيه والله. يعني نادرا 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 لما حد بيدخل الحمام ده. معظم الوقت احنا قافلين بابه وقافلينه. حتى الارض انتوا لو تلاحظوا هي تراب مش متوسخ، يعني هو مفهوش حاجه. لان فعلا فعلا احنا ما بنخشوش. لو بصيتوا على السيراميك كده، هو وانتوا بتشوفوا وانا بدلق الميه، بصوا هتحسوا ان هو مطرب، هو مغيم تتريبه من فتحه الشفاط. انما انه وسخ، لا هو مش وسخ لو جيتوا تبصوا، لا. بس فبقول لكم بقى، كنت بتكلم معاكم ان الحاجة في وقتها بتعدي بتبقى صعبة، انما بعد كده بتستغربوا ان الحاجة عدت وسنين عدت وربنا كرم، وتلاقوا بعد كده ربنا جبر بخاطرك. جبر بخاطرك بقى في اولاد، جبر بخاطرك في رزق، جبر بخاطرك باي حاجة. بصوا بقى انا هنا، بوسي اتصلت بيا وقالت لي يا ماما احنا خلصنا وتعالي خدينا. قلت لها ماشي. بصوا حرفيا 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 انا نزلت زي ما كنت، حطيت نفسي جوه العربية، رحت جبتها وهي واخواتها ورجعت، وقعدنا واتكلمنا ومش عارفة ايه. وبعد كده دخلت تاني عشان اكمل الحمام، حيطان الحمام بقى. ما خدتش بالي بصراحة من البلورون، هو اترفع كده. بس بصراحة نزل فيديو اتعمل خلاص يعني بس فعلا فعلا ما كانش مقصودة والله يعني. بس فاتفاجئتي بيها وانا بسجل دلوقتي. هنا الحمام اهو، اخده وشه وظهره، وهبدأ بقى ان انا ايه ارش المية كده وانضفه. في رقم بقى كان مستلمني الكام يوم اللي فاتوا كل شوية يتصل، والمشكلة انا بنام بالليل وبنسى اعمل التليفون صامت، لاني مش عادة حد من اهلي بصراحة بيتصل بيا من بعد، بصوا يعني الساعة ايه 8 9 دي مفيش حد بيتصل بحد خلاص، غير لو بعد الشر بعد الشر في كارثة. وقد كان اجي ابص حد تيت تيت تيت، بص بقى يتصل وانا نايمة واقلق.
واقول ايه الصبح انا هفصل، هعمل بلوك للرقم، هعمل بلوك للرقم. امبارح بقى لقيته ما عرفتش انام تاني والله انا. بصراحة عملت حركة مش عارفة هي صح ولا غلط، بس انا رحت نزلت الارقام بتاعته على الفيس. قلت لهم يا جماعة ده واحد بيقول ان هو محتاج يتكلم مع حد، فاللي يلاقي نفسه فاضي وعايز فاللي يلاقي نفسه فاضي ومحتاج يتكلم ويفضفض وعايز يتكلم مع حد، الرقم معاكم اهو، تقدروا تتكلموا معاه والله العظيم. الواحد يعني خلاص والله العظيم كبر بما فيه الكفاية، مش مستحمل فرهدة ولا قرف. والواحد يعني ايه، يا انا بنسى اجي ابقى مش عايزة افتح الرسالة اللي اتبعتت وقتي عشان ما يبعت، فاول ما بيلاقيها اتفتحت بيقوم ايه باعت. فانا ايه، كل مرة اقول ايه بعد شوية هعمل بلوك و واحزق وخلاص ابلكه وخلاص، اجي انسى والله العظيم انسى وكل يوم ابقى نايمة مش شايفة اسمع اعمله صامت، والغي الصوت بتاع الرنة وخلاص، واقول بكرة الصبح لما اصحى انا هعمل هعمل له بلوك، وانشغل وانسى. فجيت بقى امبارح قلت لا والله ما يجرى ولا يكون، انت محتاج تفضفض وتتكلم ومحتاج تتكلم مع حد. خليك تتكلم مع الشعب المصري كله. هنا اهو، كنت خلاص بقى خلصت الحمام الصغير بقى كده. بصوا الخلاطات، بصوا بتبرق ازاي، وبصوا البورسلين عامل ازاي. بصوا بصوا الخلطة دي اعتمدوها وادعولي، مش عايزة منكم حاجة اكتر من الدعوة. ادعولي واعملوا لايك واعملوا اشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ماشي، افضلش كل الفيديو اقعد اقول لكم اعملوا لي لايك واعملوا لي اشتراكات واعملوا لي مش عارفه ايه عشان ما اضايقكوش. هنا ده الحمام التاني بوريكم برضو، ادي الخلاطات زي ما انتم ما شايفين اهو، وده اهو. بصوا بقى الحته دي من ساعة وادي البورسلين وادي الخلاط، الحتة اللي عند الحمام دي حرفيا والله من ساعة الصنايعية ما مشيوا وهي كده. حد قال لي جربي الفلاش، قالوا لي هيودي بواقي الدهان دي، هي خشنة كده غريبة. فقلت لهم خلاص، فهجيب كده واجرب ونجربها مع بعض ونشوف النتيجة هتبقى ايه. لو حد جربها يقول لي في التعليقات ويقول لي ايه رأيه في الموضوع، فعلا الفلاش هيظبط الموضوع ده ولا لا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم وارضاءكم.